لو البيبي بيصحى كتير بالليل ومش بيشبع، الفيديو ده مهم جدا ليكي. النهاردة وجبة خفيفة مشبعة للبيبي قبل النوم، وسهلة جدا وبتساعد على نوم هادي وطويل ومش هيصحى كتير زي ما بيصحى. الوصفة دي مناسبة من عمر 6 شهور فيما فوق. المكونات بتاعتها سهلة جدا. هنحتاج تفاح وزبادي. زبادي يكون كامل الدسم. تمام. نقطة، ممكن نزود نقطة قرفة، يعني ده اختياري. بعد سن 8 شهور ممكن نزود رشة بسيطة جدا قرفة تديها بس نكهة. ليه بقى نختار المكونات دي بالليل قبل ما البيبي ينام؟ التفاح خفيف على المعدة وبيساعد على النوم. الزبادي مشبع كده وبيهدي المعدة قبل النوم. وجبة خفيفة جدا ومش بتعمل مغص كمان، وده مهم جدا علشان البيبي ينام مرتاح وما يقعدش يصحى كل شوية. اهم طبعا خطوة قبل ما نحضر الغسيل، نغسل الحاجة بتاعت البيبي طبعا كويس جدا، دي مهمة. نغسل التفاح كويس جدا. ويفضل نغسل اي حاجة خضار فاكهة بالخل، المية وعليها شوية خل علشان نتأكد ان هو مفهوش اي حاجة خالص ونضف كويس جدا. بعد ما نغسل التفاح كويس هنقشره. هنشيل القشرة الخارجية طبعا لان ما ينفعش ندخلها للبيبي، هتبقى صعبة جدا. اي اكل للبيبي طبعا زي ما قلت لكم ما يبقاش فيه سكر نهائي خالص. ما يبقاش ولا سكر ولا عسل ولا ملح. الثلاث حاجات دول خط احمر. سكر عسل ملح ممنوع. التفاح اصلا فيه سكر طبيعي كفايه. نيجي بقى لسلق التفاح. هنقطع التفاحه مكعبات. آه يعني بلاش نسلق التفاحة في مية، احنا هنحطها على البخار. يعني هتجيبي مصفى وتحتيها اي طبق او حلة، وهتمليها ميه وتغلي، هي هتستوي على البخار. وطبعا حاولي تنقي التفاح يكون اللي هو مش الناشف، تكون التفاحة طرية مستوية يعني شوية، يبقى ما تبقاش حادقة علشان ما تجزعش ويحبها. احنا محتاجين نعمل له أكلة يحبها علشان يرضى ياكل. احنا لسه بنعلمه الأكل، فلازم نعمل له الأكل يكون مقبول. احنا ولا بنحط ولا سكر ولا ملح ولا عسل، فعايزين الطعم يبقى مقبول، فالتفاحة تكون حلوة ومسكرة. بعد ما التفاحة بتاعتي تستوي بناخدها ونحط عليها الزبدية، الزبادي كامل الدسم، في الخلاط او بالهاند بلندر ونخلطهم مع بعض. تمام لحد ما يوصل للقوام الناعم. بالنسبة ل6 شهور طبعا ل6 شهور و8 شهور كل ده قوام ناعم. لازم يبقى ناعم جدا في البداية عشان احنا لسه بنبتدي نأكل من اول 6 شهور. في اطفال ممكن تاكل من اول 4 شهور، طبعا ده على حسب البيبي والشهية بتاعته. آه الزبادي مهم جدا للبيبي بالليل، بيهدي المعدة زي ما قلت لكم. وما ينفعش يبقى الزبادي ساقع، لازم يبقى درجة حرارة الغرفة. يعني ما ينفعش تطلعيه من التلاجة على طول وتقومي عاملاه ويبقى ساقع، طبعا لا، ده غلط جدا على البيبي، متدلوش اي حاجة ساقعة. القوام اهم حاجة، يعني 6 شهور لازم القوام يبقى ناعم جدا علشان احنا لسه بندخل للبيبي المعدة بتاعته. بنبتدي نأكله. 8 شهور ممكن تخلي القوام تقيل شوية علشان نخلي المعدة تاخد شوية على الأكل. بعد بقى سن سنة ممكن نهرسه بالشوكة. ليه؟ علشان مش كسل، يعني احنا مش بنكسل، بنهرس بالشوكة الزبادي مع التفاح علشان احنا عايزين المعدة تبتدي تتعود شوية على الأكل الخشن شوية، ما يبقاش ناعم، علشان ما يحصلوش، يبقى يتعود على ان هو ياكل اكل ناعم وبس. احنا محتاجين المعدة تاكل، تهضم بقى كويس، وتاكل رز وتاكل كل حاجة. تمام. افضل بقى وقت للتقديم، هنقدم وجبة البيبي دي قبل النوم بساعة تقريبا. يعني ما ينفعش نقدم الوجبة دي ونهيمينه على طول، يعني ناخد البيبي نقوم حاطينه في السرير وننيمه، لا ما ينفعش، لازم قبلها بساعة تقريبا. ليه؟ بنساعد البيبي يشبع وينام بهدوء يعني. وبعدين نبدأ بأول حاجة، لو انت لسه بتبتدي هنبدأ ب3 معالق
وبعدين تاني يوم نزود تدريجي 3 معالق مثلا تانيين، تدريجي. ما ينفعش، هو ممكن ما يكلكيش طبعا الوجبة كلها بالنسبة لأول مرة، فلازم بنبتدي كده ب3 معالق، علشان يعني انتي لسه بتعوديه، مش من اول ما تاكليه هتلاقيه كلك الوجبه كامله. وقبل ما نقفل الفيديو حابه اقول لكم شويه نصايح مهمه جدا عن وجبات قبل النوم للبيبي. اكبر غلط اننا ندي البيبي الاكله وندخله ينام على طول. زي ما قلت لكم الافضل تكون قبل النوم بساعه تقريبا، علشان الهضم ويبدا كده ويشتغل ومعدته تشتغل وتهضم، وما يحصلش مغص او ارتجاع وهو نايم. كميه الاكل قد ايه بقى؟ ممنوع نزود الكميه علشان ينام اطول، لا ده بيعمل نتيجه عكسيه وممكن يتعب بطنه. فابدأي ب3-4 معالق بس، ومع الوقت نزود على حسب شهية البيبي. في بقى حاجات ممنوعة قبل النوم، في اكلات بلاش تقدميها، يعني تقدميها للبيبي قبل النوم. زي ايه مثلا؟ اللي هي الحاجات اللي هي فيها بقول، زي مثلا الرز. انت ممكن تسلقي رز وتديهوله، لا طبعا لا طبعا، ما ينفعش قبل النوم الحاجات دي. احسن في وجبات قبل النوم مخصصة زي ما قلت لكم عليها، وكمان بنقدمها قبلها بساعة. فكل الحاجات دي ممكن تعمل له غازات وتصحيه من النوم ويفضل يعيط. لو البيبي رفض الاكل ولو رفض الوجبة اللي انت عملتها له، ما تقلقيش خالص، طبيعي جدا ان شهية البيبي تتغير يوم عن يوم. يعني ما خدش النهارده، خد النهارده معلقة، تاني يوم نجرب تاني معلقتين مثلا. وممنوع ابدا انك تغصبي عليه كده، انت هتكرهيه في الاكل. مهم جدا كمان الاكل يكون دافي مش سخن، درجة حرارة الاكل مهمة جدا. يعني لو هتقدمي له حاجة سخنة مثلا كوسة او جزر، ما يبقاش سخن، لا يبقى دافي، علشان طبعا هو ما يتحملش السخونية بتاعة الاكل، علشان زوره علشان لسانه. الاكل يبقى دافي، دقيه الاول يبقى يقدر يتحمله. جربيه على ايدك الاول، يعني تاخدي من الاكل كده وتجربيه على ايدك، يبقى زي كده دمعة العين. البيبي اما تيجي تاكليه لازم تاكليه وهو قاعد مش نايم. انا بشوف ماميز بتبقى منيمه البيبي وتاكله، طب هو هيبلع ازاي؟ انتي تقعديه، هو طبعا لسه مش بيقعد كويس، بس يا حبيبتي هتقعديه على رجلك كده، او في كراسي مخصصه للبيبي ان انتي تعرفي تقعديه عليها. مش موجود قعديه على رجلك، او ممكن تسنديه بمخدات عندك وتقعديه ويبتدي ياكل علشان يتعود ياكل صح. طبعا ده بيقلل المغص، الوضعية ان هو يبقى قاعد بيقلل المغص، وكمان بيخليه يعرف ياكل كويس ويبلع كويس. وجبة طبعا قبل النوم دي مش كفاية لوحدها، اعملي روتين ثابت علشان يقدر ينام وينام وقت كافي وما يصحاش كتير. يعني اكل قبلها بساعة، يعني انت خلاص هتبقى قدامه مثلا ساعة، اظبطي لو هو هينام 12 مثلا، هتأكليه الساعة مثلا 11 قبل النوم، الساعة 11 علشان وتصحيه بقى ساعة، العبيه اعملي اي حاجة. بعدين بتديله بقى حمام دافي، هتلبسيه بقى هدوم جديدة، تدهني له زيت، حاولي تعملي له مساج كده بسيط. ده كده خلاص وقت النوم. اعملي اضاءة هادية في الأوضة، بلاش تضلمي الدنيا خالص، حرام هيخاف. خلي تبقى فيه اضاءة هادية، خديه في حضنك كده، احضنيه، غنيله شوية، بعدين حطيه في السرير بتاعه، هتلاقيه نام على طول. الروتين ده هيخلي نوم البيبي اعمق بكتير. يعني مستحيل يصحولك، هينام 6 ساعات على بعض. وفي حاجة عايزة اقولها لكم، ما تتوقعيش معجزات من اول يوم. يعني اي وجبة هتيجي تديها له ما تتوقعيش ان هو هيخلصها كلها. اهم حاجة الاستمرارية، تمام. ان انتي هتفضلي تحاولي النهارده وتاني يوم وتالت يوم وعاشر يوم لحد ما تخليه يقبل الاكل ويحبه. وزي ما قلت لكم بنحاول نغير له وننوع في الاكلات. ولو حابين اعمل لكم سلسله كامله للوجبات قبل النوم، او كمان لوجبات البيبي عموما، قولولي في الكومنتات.